ام ساجده وام مكه وجوز ام مكه وسوزي الاردنيه ومداهن وعلياء قمر. بجد او ماي جاد، ربنا يرزقك حبيبه قلبي. سبحان الله يا جدع، كل دول اتقبض عليهم في نفس الوقت اللي بحضر فيه الفيديو ده. يعني من الاخر انا بركه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بس يا معلم، قبل ما نقول دول اتاجروا ولا ما تاجروش، لازم الاول نفهم ازاي الاشكال دي اصلا طلعت علينا من تحت الارض، اتشهرت ازاي، مين طلعهم، ازاي بقى وشهم مال السوشيال ميديا، وبعدين نبقى نتكلم في التقيل. وعلشان اخلي الموضوع بسيط وانت تفهم، هنضرب المثال هنا على سوزي الاردنيه. ليه؟ لان دي ما شاء الله كل 4 ايام نسمع عليها موقف يا اما غبي يا اما مستفز يا اما عبيط، زي ال 50% اللي هي فرحانه بيهم، انا جبت 50% السنه دي، والكلام المستفز اللي قالته عن الرسول. والرسول عليه افضل الصلاه والسلام على دماغي. طبعا هو كان تاجر والكلام ده كله، بس هي اهم حاجه الشهاده. ومكافئتها هنا كانت مليون مش عارف مليون وايه، بس هي عدت المليون. وانت يا عيني واحد غلبان ما بقتش لاقي مكان عشان تحط فيها الشهاده. بس ايه السبب بقى اللي خلى واحده زي سوزي الاردنيه تقب من على وش الدنيا؟ عشان طلعت مسكت ابوها غسيل ومكوى. انا راح اعمل لك محضر ابن فجره دلوقتي. واحده زي سوزي تقدر تقول عليها عبيطه هبله مش فاهمه اي حاجه. اضرب كل دول بقى في الخلاط هيطلع لك العفويه. في برضه ناس مش عفويه، في اللي بيصطنعوا شخصياتهم عاد، بس اللي زي سوزي الناس بتخش تتفرج عليها عشان هم عطل. واحده زي سوزي لما تخش تقدم او تقول العبط اللي هي بتقوله، في ناس بتخش تتفرج. بس هل الناس دي هم الاطفال اللي عندهم 9 سنين، ولا عم احمد نور الدين؟ انت من هنا يا ابني ولا من فرنسا؟ كان فرنسا؟ ولا الناس السطحيه؟ ولا واحد من دول. عادي تلاقي اللي بيتابعهم ناس زي وزيك وزينا كلنا. ايه بقى السبب اللي يخلي الناس اللي زي وزيك وزينا كلنا يتفرجوا عليها؟ والله ممكن عشان الفضول، ممكن برضه عشان يشوفوا الاستفزاز اللي هي بتقدمه، ممكن برضه عشان يضحكوا ويفصلوا من الخرا اللي هم عايشين فيه. وخد لك بقى ده يشير الفيديو لصاحبه، وده يحط لايك، وده يعلق، وده ينشر، وده يستضيفها، وده يغلط فيها، لحد ما خلاص بقى عندنا سوزي نسخه 2025. سميها هاريه، بس اسمه ام هاريه. فسوزي واللي زي سوزي بيكونوا فاكرين ان هم مشهورين عشان هم ناجحين. اضرب بقى الكلام اللي انا قلته ده على باقي البلوجرز، حرفيا كلهم اتشهروا بنفس الطريقه. واللي عايز اقوله لك، طلع يا اسطى الشهاده من خلاص كلهم اتحبسوا، وعقبال الباقي وروح بقى اتعلم لك مهاره واشتغل بيها عشان تبقى غني. اما بقى موضوع تجاره وغسيل الاموال اللي انت مستنيهم من اول الفيديو هقوله لك دلوقتي. وخلينا نروح للموضوع من الاول عشان اللي مش فاهم يفهم واللي فاهم يتبضم. في واحده طلعت من كام يوم وبتقول ان هي بنت الرئيس حسني مبارك، اسمها الحقيقي مروه ايه ما اعرفش. عملت ايه مروه ديت؟ فشختهم كلهم، مسكتهم نفضتهم. بس بدايه كلامها كان على اللاعب شيكا الله يرحمه، وقالت ان سبب وفاته مش مرض، ده في حد لهف كليته، يعني كليته اتباعت. واللي مسؤول عن الكلام ده مرات شيكا والممثله وفاء عامر. رسمي بالذمه رقص الجن. قامت وفاء عامر طلعت وقالت ايه هو احنا بتوع الكلام ده؟ قطع اخصام وسيح الزبده. قامت مقدمه فيها بلاغ، وخد دي عندك ولا قدمت بلاغ ولا نيله. احطه في الطاسه شوح الكبده. بعدها دخلت على البلوجرز وسالتنا هم الناس دي بيجيبوا فلوسهم منين؟ قامت مجمعه لوكشه فرق وقسمتهم كالاتي: شويه بيتاجروا في وشويه غسيل اموال، وشويه ستات شمال، وشويه بيتاجروا في المخصوص، وقاموا شويه الفرق اللي تحسهم منتخب مصر 2010 يشتكوا للنائب العام. ومروه اللي بتقول ان هي بنت الرئيس حسني مبارك متاكده من كلامها جدا، لدرجه ان هي طلعت وواجهت ام ساجده وام مكه ونفضتهم برضه. وبدل ما يشتكوها او يرفعوا عليها بلاغ، عملوا فيها فيديو تيك توك عبيط وقعدوا يشرشحوا لها. بقى يا مرة يا شمامة يا عرة النسوان يا اللي ما تسويش في سوق النسوان بصلة. وانا يعني مش عارف ليه حاسس ان ام ساجده بتاكل الرجاله. علاء هي اللي كانت عم احمد نور الدين. بس لو هنيجي من ناحيه الجد، انا ما كنتش مصدق الكلام ده بجنيه. قلت دي حاجه عاملينها عشان نتليه فيها وحاجه اكبر تحصل، او يعني واحده طالعه بتقول ان هي بنت الرئيس حسني مبارك هنكذبها في دي ونصدقها في الثانيه. غير كده تقريبا كل البلوجرز منضمين للماسونيه، والماسونيه مش هتركز في شاب روتيني اليومي ان يقوم من النوم يروح الشغل يجي من الشغل يتغدى وبعدين يضرب 10 وينام وبيقبض في الشهر 1200 جنيه وهتعمل عليه مؤامره. يعني هي بتعملها عليك عشان تبضنك مش اكتر. يعني حتى يا ريتها قالت ان محمد رمضان كان مروح خد وتطوح. انما شغل ان شويه نسوان اقل واحده وزنها 800 كيلو يروحوا يتاجروا في الاعضاء ومش عارف ايه بلح. شايف بقى كل الكلام اللي انا قلته من شويه ده ارميه في اقرب سله زباله قريبه منك، لان انا كنت هقفل الفيديو على كده، بس لقيت ان الموضوع فعلا محتاج شويه بحث. عندك ابراهيم شيكا لما وفاء عامر دخلت حياته ودخل يعمل عمليه، بعد العمليه وهو متبنج قعد يقول هبه اتبرعت لي ولا انا؟ هبه بره. نفس الكلام برضه على ابراهيم التوخي اول ما مساجده قربت منه عمل العمليه وبعدها ودع. ونفس الكلام برضه على دينا مراجيح وعم احمد نور الدين اللي مش عارفين هو مختفي فين دلوقتي. ولو دققت هتلاقي ان ابراهيم شيكا ودينا مراجيح الاثنين كانوا بيشتكوا من نفس الوجع اللي في البطن. هو في ايه يا وليه؟ انت بتعملي ايه يا وفاء؟ اي حد هيقابل وفاء عامر يا جدعان يخلي باله من كبدته. قطع اخصام وسيح الزبده. اما موضوع القبض على كميه البلوجرز دول، لا بلوجر ايه بقى، اما موضوع القبض على كميه التجار دول، فبالنسبه لمساجده ومكه اتقال ان هم اتقبض عليهم بسبب الفيديو اللي طلعوا يشرشحوا فيه. بس يابا ده سبب من عده اسباب. وجوز ام مكه حب يبقى الفه ويروح يساند مراته، هوب اتقبض عليه هو كمان. وبالنسبه لسوزي الاردنيه دي اتقبض عليها بسبب الكلام المستفز اللي قالته عن الرسول. وممكن يكون في سبب تاني للقبض عليها، وهو ان سيرتها جت على لسان بنت حسني مبارك. بعد القبض على الثلاثه دول قاموا شويه محامين قدموا بلاغات في التيك توكرز المصريين عشان يتقبض عليهم هم كمان، وعشان برضه كل واحد فيهم يتسال من اين لك هذا. وسبحان الله برضه يا جدع، وانا بحضر الفيديو ده دلوقتي شاكر اتقبض عليه.
يعني يعتبر كده الفيديو ده ملخص لكل اللي حصل. المهم يعني شاكر قبل ما يتقبض عليه كان طالع عليه اشاعه ان هو تبع الداخليه ومسقط الباميه في الملوخيه وان هو سبب القبض على كل دول، بس كل الكلام ده طلع بلح. ومن التهم اللي متوجهه لشاكر ان هو بيعمل محتوى غير اخلاقي، وطبعا التهمه الاساسيه هو عشان يتسال نفس السؤال من اين لك هذا، وهوبا وهم بيقبضوا عليه لقوا معاه ايس وممنوعات وسلاح غير مرخص. مش عارف ليه بقت حاسس ان ماسك قناه اعلاميه، ومش عارف ليه برضه حاسس ان هدير عبد الرازق بقت اشرف واحده فيهم. والله مش عارف ايه هي النصيحه اللي اقدمها لك مع الفيديو ده، لان شامم من كل الزوايا ريحه الحرام. بس يعني عرفت يا صاحبي ايه هي قيمه الحاجه الحلال، عرفت دلوقتي قيمه الشهاده اللي مش عاجباك. ولو انت في سني واحد لسه يا دوبك داخل كليه، فكك من اي حد يقول لك والله الغلط علينا ان احنا ما بنطلعش لايفات على البرنامج الخريان ده، واعتبره خريان زيه. ومش شرط عشان هو اكبر منك يبقى فهمان اكتر منك. وزي ما قلت لك في الفيديو ورا، طلع يا اسطى الشهاده من حطها في السي في واشتغل بيها، لان انت كمتعلم فقيمتك اعلى 100 مره من شويه التجار دول، ولازم عشان تنجح تبتدي من الصفر، مش شويه التجار اللي بيوهموك ان هم ابتدوا من الصفر. وبس كده يا اسطى، ده كان فيديو النهارده. ولو كملت الفيديو ده للاخر فده معناه ان انت من عيله الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه. وتقدر تشير الفيديو وتحط لايك لو تحب، ويا ريت تيجي على الانستجرام هتلاقي الرابط في الوصف، وده زر الاشتراك لو عايز تشترك. وبس كده، سلام.